السلام عليكم. ما غاديش نطولوا، بغيت هذا الفيديو يكون كله معلومات مهمه باش تتبعوا من الاول حتى الاخر، ما تزقل فيه حتى شي حاجه، كله معلومات مهمه ومفيده جدا. الدعم، الاستثمار في السكن اللي فيه الدعم، هاد البارطات ولا الدور اللي فيهم الدعم ماشي استثمار امن وفيه فخ، وماشي فخ واحد، فيه خاخ. هي الفخ الاول هو انه مثلا نعطيك مثال، مشيتي لقيت واحد البارطما سيدي، قبل ما نجيو للفخ الثاني، بارطما ثمنها الحقيقي دابا 30 مليون، هذاك هو الثمن الحقيقي ديالها، ما زادش عليك هذاك المنعش العقاري. واخا انك تلقى دابا في المغرب بارطما فيه الدعم بالثمن ديالها حقيقي، من سابع المستحيلات، مستحيل نهائيا. المنعشين العقاريين، الشركات العقاريه ما كنعمموش، ولكن واحد النسبه كبيره منهم استغلوا الدعم ولاو باغيين يديروه هما في كروشهم. البارطما مثلا اللي غتباع دابا ب 30 تيقول لك فيها 40، بغا هو ديك ال10 هو يديها اسيدي، لا ديك البارطما 30 الثمن ديالها في المنطقه اللي جات بالمواصفات من المساحه ديالها ساويه 30 فعلا، وانا غنستافد من الدعم، غناخذ 10 المليون، اذا غنعطي غا 20 مليون بالاضافه لذوك المصاريف اللي كتكون ديال الكتابه والمسائل والتسجيل والتحفيظ. رد البال في هذه الحاله، الاستثمار ديالك راه 20 مليون، هذيك 10 مليون اللي شديتي ديال الدعم راه ما كتحسبش في القيمه ديال الاستثمار. انا قلت لك ان القيمه ديال ديك البارطما ديك الساعه اللي شريتيها انت ساويه 30 مليون فعلا. علاش؟ اول حاجه الدوله جات ديك 10 مليون حطات لك واحد الشرط، قالت لك شوف اسيدي 5 سنين وتسكن فيها، خليها خاويه، ما تكريها، ما تبيعها، ما حتى شي حاجه، 5 سنين. هذيك الدار راه حنا كنسالو فيها النص تقريبا اللي هي ديك 10 المليون، حتى دوز 5 سنين وتثبت لينا انك كنتي ساكن فيها، عاد نحيدوا الرهن مزيان. هذه اول حاجه اللي كتخلي ان انت ما عندكش اصلا البارتما كامله، كتسال فيها هذيك ال 20 مليون ديالك. الا جيتي بغيتي تصرف فيها، تبيعها ولا تكريها ولا شي حاجه، خصك ترفع الرهن، وباش ترفع الرهن ديال الدوله خصك ترد لهم 10 مليون. هذه اول حاله، انك انت ديك الدار راه 20 مليون اللي عطي فيها هي اللي كتسوى. اسيدي دازت له 5 سنين وبغيتي تبيعها، هنا الفخ ولا الخطر الثاني دائما في السكن ديال الدعم. ملي كدوز 5 سنين وبغيتي تصرف فيها انت تبيعها، تقول شتي انا الا ربحت هذيك 10 المليون راه مزيانه، لانني انا شريتها عطيت فيها غير 20، سكنت فيها 5 سنين، استغليتها 5 سنين. اذا الا كنت غنكري مثلا بديك ال 5 سنين غير ب 2000 درهم، الا ضربتها في 5 سنين هذاك المبلغ انا ربحته، ودابا غنبيع غير باش شريتها انا. هذاك المنعش ديك الشركه بعتها لي ب 30، بيع انا ب 30، ما غنجيبليكش 30، لان حتى هذاك اللي غيشري من عندك حتى هو الا كانت نفس المقاييس غيبغي يستافد من الدعم، يقول لك علاش نشريها عندك انت ب 30 وما تشد انا تاريال من عند الدوله، وانا بامكاني نمشي نشريها ب 30 ونشد 10 مليون، لان حتى انا غنتسمى شريتها ب 20. اذا اخويا نمشي نشري منتوج جديد يلاه تبنى حتى انا بنفس المواصفات ب 30 مليون ونستافد من الدعم ديال 10 مليون. نفتحوا واحد القوس، البرنامج ديال الدعم دابا ديال السكن 2028 غيسالي بهذا الشكل وهذه المواصفات، وفي الغالب واحد النسبه كتفوق 90%، يا اما غيديروا برنامج جديد بشروط جديده اللي تقدر تكون احسن كاع من هادشي اللي كاين دابا. وصدق انت منين تبغي تبيع يقول لك راه كاين ما احسن دابا، مثلا فوق 2028 يقول لك دابا راه كيعطيو مبلغ اكثر، ولا كيحطوا شروط اقل، ولا على الاقل تبقى نفس الشروط، يقول لك هذا عاود ما نشري عندك انا نمشي نشري راه نفس الشروط نشري بها مزيان. الفخ الثاني ولا الخطر الثاني في السكن ديال الدعم هو النوار. اغلبيه، علاش قلت في الاول ان هذا الدعم للاسف وانا ما عرفوش الحكومه ما عارفاش، ولا عارفه وكدير راسها ما عارفاش، ولا عارفه واصلا عاجبها هذا الشيء وباغياه. اغلبيه دابا ديال العقارات بقدره قادر، غير قبل ما يخرج الدعم واحد البارت ما كانت تتباع مثلا ب 25 مليون، نقولوا كاع سيدي كان فيها هذاك الدعم ديال السكن الاقتصادي كان خصها تتباع ب 30، نفس هذيك البارتما نفس ديك الشقه بنفس المواصفات طلعوها 40. بحال هذاك المنعش العقاري وديك الشركه هو بغى ياخذ ديك ال10، فشنو كيدير؟ كيجي كيقول لك شوف كلام حق يراد به باطل، الا درت لك انا 40 في الوراق هاد البارتما ساويه 40، الا درت لك 40 غتشد غير 7 المليون، انا غنبيع لك ب 40، 10 مليون غنشد عندك في النوار، و30 مليون هي اللي غنديرو في الكونطرا باش تشد انت 10، وهكا كتسمى شريتيها غير ب 30 مليون، لان عطيتي فيها 40 ديكلاريتو في الكونطرا ب 30، شديتي انت 10 ديال الدعم عطيتيها للمنعش العقاري. اذا الدعم شكون اللي داه؟ المنعش العقاري مزيان، ولكن الدار ديالك انت ولا البارتما ديالك في الوراق القيمه ديالها 30 مليون. منين تجي تبيع الا داز ديك 50 ولا اكثر كاع، وتقول هذاك غنبيعها لك انا شريتها ب 40 نبيع لك ب 50 ولا 55، يقول لك لا تشريها ب 30، الوراق شحال فيها. هذه اول حاجه. كذلك الضريبه ديال الارباح العقاريه كيتحسب لك الفرق، الا كاع قبل لك هذا السيد هذا قلتي لي شريتها ب 40 وقنعتي راه النوار وداك الشيء، قال لك ماشي مشكل، الا ما قبل حتى هو يدير معاك النوار انه مثلا تبيع له ب 50 وديروا في الوراق غا 30 نيت ولا 40، الا ما قبل وقال لك انا ما عندي غرض، انا ما نستافد لا من دعم السكن لا والو، انت درتي هذه القضيه انا باغي دعم السكن، انا ما باغيش دعم السكن ما نستافدش منه، الدار ديالك ما فيهاش الشروط، اذا اخويا انا شريت عندك 50 نديرو 50. الضريبه ديال الارباح العقاريه انت في هذه الحاله شريتي ب 40 في الواقع، ولكن في الوراق كاين غير 30، شريتي ب 40 في الواقع بعتي ب 50 دابا ربحتي غير 10، كان المفروض تخلص ضريبه ديال الارباح العقاريه ل 10 المليون، ولكن في الوراق انت شاري ب 30 وبعتي ب 50، اذا تخلص الضريبه ديال الارباح العقاريه على 20.
هذا من غير انه تجيك المراجعه انت معول مقاد المسائل ديالك انك غتسجل دير التسجيل والتحفيظ على اساس 30 مليون اللي درتو في الوراق انت ومنعش العقاري لان درتو النوار. تجي المراجعه هو داك المنعش العقاري وتجيك انت المراجعه ديال التسجيل يقول لك اخويا غتخلص لنا ديك النسبه ديال التسجيل على 40 مليون ماشي على 30.